بدأنا التجربة في العراق. الصدمة. هذا؟ لا هذا. هذا؟ ايه. ما ارحب. وين اوبز؟ يقطع. ايه هناك. الكثير من أصحاب الأمراض وأصحاب العاهات يكونون حساسين جدا اتجاه كل من حولهم، لكن بعض ضعاف النفوس يستهزئون منهم ويسخرون. لو حصل هذا الموقف أمامك بمكان عام، شلون تتصرف؟ او ما حبيبي هاي كافور ما اس عيب بزن. اريكا كا هاكتا امس اوكا كا هاي وشنو؟ اس مرحبا. كا وش قد؟ شبيه؟ دايمتني. خمسة؟ ناس كتير كانت متابعة اللي بيحصل باهتمام بس من غير ما تتدخل. امس وش قد؟ هذا مستوى حلويات هيك تطول عندهم مستوى بمسواق بيت ايش قد يطول بالحساب. امس اكو قبل خمسة باقي بس قبل 10. هاي ايش قد تريد الأمر؟ ها قد تريد الأمر؟ زين ايه وفي ناس اكتفت بالضحك. انا جمعت العيش. أكو بس 10. واحد وين انول والجول هذا يقطع. مخلص شحن شقه شقه ما هاي خال ده اتصل دجاج. بس في ناس تانية كان واضح عليها التأثر والغضب. هذا صار دجاجة. شحنو كمل هاي عينها شنو راد لك؟ احط لك ميز وكراسينا بسرعة. خمسة كورة؟ ما اكو خلص شحن اكو لا أكو كورة قبل خمسة. هذا هو ماخذ ويقطع ولا عنده مستوى بالبيت ايش قد يطول. وده كان موقفه للأسف. به اسا بس لا. خلص شيء يقطع. به يلا تشلت حول الله. هاي لو مسوقين مسوق البيت شو نروح وقت نتحاسب. كان تصرفه محاولة للتعبير عن الرفض والضيق. عارفين على شنو ولا ماشيين على لا نبقى للصبح. ثلاث ايام ما نخلص نبقى عليه. جديد. هذا يسولف قصة الماركة نكملها باسبوع. بدأ يقطع. هذا يوقف هنا يمكن على ما تمشي. المهم حتى هدي. لا للأسف ناس كتير كان موقفها سلبي جدا. طافي برا يمشي. فوقها ساعة. همي أتتهم يزعل. احنا عاسفين مو قصدنا. شو شكرا. لا. مرحبا شباب. مرحبا. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ انا علاء حسين. يا اهلا وسهلا. هذا برنامج اسمه الصدمة. يا اهلا وسهلا. شو رايك بالتصرف اللي تصرفوه الشباب ويا الشاب اللي عنده مشكلة بالنطق؟ كله صحيح
سخيف؟ ما عجبني. شلون هذا خطيه غير اذا الله خطيه. يعني سلامة رزتها بصراحة تقول يعني هذا خلقة الله شيء حرام. وهذا ناقص بعقله هاي احس غيره عنده ناقص انه شلون اقول لك؟ شفت عنده صعوبة بالكلام. بصعوبه الكلام. يعني هاي صغير يعني هو ماكو واحد احسن من واحد. ماكو واحد يعني هو يعني خلقة الله يعني هو هيك يعني شو خلقة رب العالمين، ماكو داعي واحد ماكو داعي يعني ما اتوقع احد يسخر بهالطريقه يعني من البشر الا يكون هو يعني كارهه او حاقد عليه. بس كثير من الشباب احيانا يسخرون من عاهات الاخرين. اي مو واقعين بمصيبه، حتى لو يوقعون بمصيبه ما يصير واحد يستهزئ. ايش انسان راح من يسمع هالشكل هو بيش حاله يسمع هيش انسان يقلد عليه اكيد راح يتاثر من داخل.